تمثال الملك فؤاد اللي في مدخل مدينة بور فؤاد. التمثال ده للملك فؤاد اللي افتتح مدينة بور فؤاد 1926. في 1952 كان الملك فاروق بيفكر في الاحتفال السنوي بعيد المدينة إن هو ينصب التمثال على القاعدة دي. بس حصل إنه ترك البلاد وترك الحكم، والتمثال فضل في الترسانة البحرية عندنا في حلقات قناة السويس لغاية لما قرروا إن هم ينصبوه على القاعدة بتاعته، وده كان سنة 2016 تقريبا. تمت محاولات وضع التمثال أكتر من مرة، وكان في معارضين زيه زي تمثال لسبسو قالوا إنه حكم بائد وحكم مش عارفة ايه، مع ان المدينة اصلا اسمها بور فؤاد، يعني باسم الملك فؤاد كده ولا كده يعني. ده المختلط من أغلب المباني اللي موجودة في بور فؤاد هو معمار إسلامي قريب الشبه للشكل المغربي أو الأندلسي شوية. التمثال الأصول 2016 كان هيوضع جنبي أعمدة فيها إضاءات كشافة عشان توجه على التمثال لتوضيحه في الميدان. بس للأسف لغاية دلوقتي الكشافات ما اتحطتش. ده الجامع الكبير، جامع أبو فؤاد الكبير، اللي هي طراز إسلامي مميز، وهو من العمارة الإسلامية الجميلة جدا اللي موجودة في بور فؤاد، اللي بتتصف بالطراز الأوروبي في المعمارة، هنشوفه بعد كده. أرجو أن الفيديو ده يكون نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وأمنوا، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.